مساء الخير أصدقائي الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بدون أي مقدمات بصلب الموضوع رح نفوت شو يلي صار مع السوري يلي مقيم بهولندا بأحد مساجد أهل المغرب. يعني الموضوع وصل للسوريين لعنا. خليني أحكي لكم بكل صراحة كيف تعامل هذا الشاب السوري من يومين ثلاثة. لكن قبل ما نحكي عليه بس أعطوني دقيقتين حتى تعرفوا شو يلي صار. لازم نرجع بالحقبة بالزمن لورا ونحكي بكل صراحة. رح نبلش موسى بن نصير بن عبد الرحمن، قائد عسكري كان له دور كبير بانتشار رقعة الإسلام. الله على موسى بن نصير، هذا الاسم يلي له دور كبير بانتشار الإسلام. ثاني اسم يوسف بن تاشفين أبو يعقوب ابن إبراهيم اللمتوني الصنهاجي، أمير دولة المرابطين، وحد المغرب وضم الأندلس تحت ملكه وسلطته. ثالث اسم البطل الأمازيغي طارق بن زياد، قائد الفتح الإسلامي وفاتح الأندلس. لما بتقول طارق بن زياد تتذكر المقولة لما قال بمضيق جبل طارق، وسمي مضيق جبل طارق لأنه هالمقولة صارت يعني متعارف عليها عالميا: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، أين المفر؟ لما أحرق السفن وفتح الأندلس طارق بن زياد بأمر من موسى بن نصير، وكان هو والي على مدينة طنجة. كل هدول الأبطال، كل هدول يعني يلي بنفتخر فيهم وبنعتز فيهم، كانت مهمتهم الفتوحات الإسلامية. لكن لما بيفتحوا مدينة معينة أول ما بيدخلوها بيبنوا فيها مسجد حتى ينشروا الإسلام، حتى ينشروا الحضارة تبعتنا، حتى ينشروا السلام بالعالم كلياته. هلأ هون نحن وصلنا على لب الحديث يلي بدي أحكيه. المغاربة لما بيسافروا على أوروبا، ببلجيكا، بهولندا، بألمانيا، بالعالم كلياته، في عندهم حي اسمه حي المغاربة، كلياتهم ساكنين بهذا الحي. أول ما بيعملوه هو المسجد لازم يكون مسجد المغاربة اسمه. والشيء بالشيء يذكر. يعني أنا قديش بفتخر لما بيقولوا بطنجة مسجد السوريين يلي بنوه عائلة التطري. عن جد شيء بيرفع الراس. لكن خلونا هلأ بالمغاربة. بأوروبا قلت لكم يعني المساجد كلياتها المغاربة يلي بيعتنوا فيها من مالهم الخاص وهن في سبيل الله. بيقول لك هذا بيت المسلمين بس اسمه مسجد المغاربة. شو يلي صار مع السوري يلي بهولندا؟ خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نحكي. جيت اليوم على أصغر جامع مغربي في هولندا تقريبا يعني، وراح أفرجيكم الجامع وأفرجيكم شو بيقدموا المغاربة للصائمين في رمضان. بسم الله. طبعا هذا الجامع مثل ما شايفين يا أخوان، جامع صغير. اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا نشوف الفطور شو بيقدموا للصائمين. فطور اخوتنا المغاربة اللي نحن كلياتنا نفتخر فيهم، ان كان في اوروبا ولا خارج اوروبا. الله يجزيهم الخير. انا جيت هنا حتى اصور لكم الفيديو وافرجيكم شو بيعملوا للصائمين. بسم الله ما شاء الله. شوف اخوتنا المغاربة ما شاء الله، ربي يجزيكم الخير يا اخي. ما شاء الله. هذا من كروسو عم بيجي بيساعدنا بالجامع، الحمد لله. رز ولسه في الاكل بالفرن ما شاء الله. تحياتي لاخوتنا المغاربه. طبعا انا بس اجي على الجامع بحب اساعد اخوتنا المغاربه في تجهيز الطعام. ليش؟ مشان انا اكسب كمان اجر معهم. والله عم بين الطاوله يا جماعه، يا عيني على الطبخ المغربي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا بصراحه انا ما اعرف شو المكونات بس شيء فاخر. بسم الله ما شاء الله. أذن الله. بسم الله بسم الله. نرجع الله الأكل المغربي. هلا بعد ما أكلنا الشغلات الخفيفة رايحين كلياتنا نصلي بإذن الله تعالى ونرجع نكمل أكلنا. طبعا أنا ما راح أصور الأكل لأنه في ناس كثير وعيب يعني نصور الناس، لكن والله إنه المغاربة فخر فخر ما شاء الله. أهم شيء بالفطور المغربي الحريرة.
صراحة الحريرة شيء أساسي بالفطور المغربي. بسم الله. بسم الله. يعني على الفس، على السمك، على الفس. وهلا بعد ما خلصنا فطور ضروري نشرب الشاي المغربي. بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله العظيم انا ما احلف كذب انه معاملة المغاربة في هولندا كثير جيدة، ممتازة جدا جدا، يعني ناس محترمين جدا. الشيء اللي قلت لكم قبل مرة، انا رحت على غير جوامع تلاقيه يشيل الخبز من قدامك يحطه قدامه، يجمع الخبز قدامه. هنا يشيل الخبز من قدامه يحطه قدامك. خلينا نسأل الشباب ونشوف ردة فعل. خلينا نسأل الشباب. اخوي السلام عليكم. السلام. شو رأيك بالفطور المغربي بالله عليك بدون مجاملة؟ والله الوضع جيد جدا والامور كثير كانت كويسه، والله يجزيهم الخير ويوجهنا الخير. تحياتي لك. اخوي شو رايك بالجامع المغربي؟ بالجامع المغربي ولا بالمغرب؟ بالمغاربه والجامع المغربي، جاليه يعني المغربي. صراحه والحقيقه تقال جماعه كثير كويسين ومعاملتهم كثير لطيفه، اخوتنا ابتسامه بالوجه، يعني هاي الحاله بتكفي. والاكل ما شاء الله تبارك الرحمن شيء طيب يعني وزاكي ما شاء الله، الله يبارك لهم والله يجزيهم الخير. اخوي انت شو رايك بالمغاربه والجامع المغربي بعد الفطور؟ والله المغاربة على عين والراس، والمعاملة والأكل وكل شيء، والله كل شيء مزيان. طيب بعد هذا الفيديو في داعي نحكي ونزيد ونوضح للناس كلياتها؟ هذا الفيديو صار شوكة بحلق كل واحد، راسه مربع، تسكر تمه. يلي عم بتهموني لإلي انه انت لانه قاعد بالمغرب عم بتبيض صورة المغاربة، اطلع شوفهم بأوروبا، شوف شو عم بيعملوا، شوف شو عم بيسووا. وشهد شاهد من أهله، هذا واحد منا وفينا أهلي وبعتز فيهم، هذا واحد من السوريين يلي مقيمين بهولندا. شفتوا قدام عينكم الكرم المغربي، الضيافة المغربية، التعامل والتآخي بالإسلام. هذا هو المغرب يلي عم بحكي عليه دائما، يلي عم شوفه أنا وبحسه وبلمسه من الناس كلياتها. لكن هذا صار الفيديو شوكة بحلقكم، أخرسكم، تلعثم لسانكم. أنا عن جد دائما بحكي على المغرب بأهل الخير. أهلي بسوريا قبل ما يطلعوا على أوروبا ويهاجروا لهنيك على ألمانيا والدنمارك كنت احكي لهم كثير على تعامل اهل المغرب. يعني مره واحد من اخواتي قال لي انه انت عم بتزاود على المغرب شوي، هن طيبين بس معقول لهالدرجه؟ قلت لهم بكره بتشوفوا اذا رب العالمين كتب لكم عمره جيتوا على المغرب. صارت طلعتهم على اوروبا، وما اكثر المغاربه باوروبا لما عم بيروحوا بيصلوا مسجد مغربي قالوا لي اقسم بالله تعامل المغاربه باوروبا رائع، وانت اللي حكيته قليل. قلت لهم كيف يعني؟ قال لسه ما اعطيتهم حقهم، كمان انا عم بحرض اهلي حتى يحكوا، عم بعطيهم فلوس حتى يحكوا للمغاربه بالخير. يا جماعه الخير، المغاربه معروفين بالكرم، بالضيافه، بالادب، بالترحاب. بكفي لما بيروحوا على اوروبا اول ما بيعملوه هن بيسكنوا بحي اسمه بسموه حي المغاربه، اول ما بيعملوه بيبنوا مسجد. يعني قلنا لكم يلي فتحوا الاندلس، طارق بن زياد، يوسف لوتاشفين، موسى بن نصير، كلياتهم الفتوحات الاسلاميه اللي صارت بالاندلس اول ما بده يعمل بده ينشر الاسلام، بده ينشر الحضاره، بده ينشر التسامح. هذا يلي تعلموه المغاربه من يلي سبقونا. هيك بتكون المحبة، هيك بيكون التآخي. شكرا للشخص السوري اللي عمل هذا الفيديو، أنا بعتز وبفتخر بهيك فيديو حتى يوثق الحقائق، حتى يسكت تم الناس. وبرجع بقول قديش أنا بفتخر بالمسجد السوري يلي بطنجة، مسجد السوريين يلي بنوه عائلة التطري. أنا كل ما بروح على طنجة بروح وبصلي بهذا المسجد، طبعا ما بصلي فقط بهذا المسجد، بنوع، بس اني والله في عندي كمان حب شوف هذا المسجد. هيك منكون نحن عم نوصل رسالة إنسانية، عم نوصل ديننا، دين التسامح عم ننشره. هي واجبنا، هاد واجب انه نحكي عليه، انه نوثق هي الحقائق. لكن قلت لكم يلي ما بيحبوا الخير، يلي بيحبوا دائما الفتنة، وين في شغلة سيئة لازم يحطوها انه يضووا عليها، انه شوفوا المغاربة شو عم بيعملوا، انه شوفوا المصريين شو عم بيعملوا. طيب خلي ايدك بالخير، شو خسران انت؟ هذا اللي حبيت انا اعمله اليوم بالفيديو يلي وثق
المسجد المغربي بهولندا، وقدم يعني كل شيء عنده من جيبهم الخاص المغاربة. وجبات الفطور اللي بتقدم طيلة شهر رمضان المبارك. كل الحب والاحترام. أنا مازن أيوبي، السلام عليكم.